الشخص المتسلط، وده الشخص طبعا اللي هو دايما بيحاول ان هو يتحكم في الاخرين، وده عن طريق السيطره على قراراتهم وافعالهم. في الغالب النوع ده بيتسم بالثقه الزايده والرغبه في اظهار السيطره على المحيطين بيه. وطبعا خلينا متفقين ان احنا هنقابل كتير من الاشخاص المتسلطين في المجتمع، سواء كان في شغل او في علاقات شخصيه، والتصرف ده بيسبب مشاكل للناس اللي هي بتتعامل معاهم، حتى لو كانت المشاكل دي صغيره كده في البدايه، بس ممكن انها تكبر وتاثر على الصحه النفسيه والعاطفيه، وبيكون للافراد المدنسين، وبتخلي العلاقات مع الاشخاص دي صعبه ومجهده جدا. طب ازاي تعرف ان الشخص اللي قدامك ده متسلط؟ وده عن طريق التحكم في الاخرين، وتلاقيه بيتدخل في القرارات المتعلقه بالشغل او الحياه الخاصه، وبينتج عن التصرف ده مشاكل كتير بتؤثر بالسلب على العلاقه. وانا بقى الخصها لك في كلمتين اتنين. واحد، عدم الاحترام، لان الشخص المتسلط هتلاقيه دايما بيتعامل مع الاخرين بعدم الاحترام، وبيرفض ان هو يسمع افكارهم او حتى ملاحظاتهم، وده بيخلي الشخص اللي قدامه بيحس بالاستهانه والاهانه. رقم اتنين، الاهتمام بالنفس فقط، لان معظم الاشخاص المتسلطين مش بيركزوا غير على نفسهم، ولا ومش بيهتموا كمان بالاخرين، وده دايما اللي بيخليهم منعزلين وما بيكونش عندهم تواصل جيد مع الاخرين. رقم ثلاثة بقى، وهي الاستغلال، وده عن طريق ان هو بيستغل كل اللي قدامه عن طريق استخدام قوتهم وسلطتهم، وده علشان يوصلوا للي هم عايزينه بدون بقى ما ان هم يهتموا بمشاعر الاخرين. رقم أربعة، وهي التحكم، وده عن طريق السيطرة على كل شيء، وبيستخدم سلطته في التحكم في قرارات وافعال الاخرين. والحل الامثل بقى عشان تتعامل مع الناس دي ان انت تنصحهم ان هم يدوروا على دكتور نفساني عشان يغيروا سلوكهم. ولو انت بقى عندك حد متسلط، خليك جريء وخش اعمل له منشن. سلام.